السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بالشباب، اخباركم ايه؟ طبعا انا عايز اجيب الكاب، بس صراحة يعني انا مكسف فشخ. فكنت عايز اجيب الكاب يعني عشان خاطر انا مش شايف الاضاءة بتاعت اللمضة تقيلة، فمش شايف كويس. بس يعني هنحاول نتعامل مع الامر يعني. طبعا انت شفت الانترو اللي هي قلبة بلينجهام دي، او ممكن اجيبها لك هنا. هجيبها لك هنا احسن يعني. بص، شايف ده؟ شايف هذا الصعلوق الصغير. احلى مسا عليك يا زميلي. طبعا شايف هذا الصاروخ الصغير كان عامل لك شقلبه كده، فوز انجلترا بالتعادل في الدقيقه 94 ضد نادي، كان ضد مين مش فاكر. المهم عمك بلينجهام جاب لك واحد دبل كيك، ومن احلى الدبل اللي هي حلوه زي بتاع كريستيانو رونالدو في 2018 وكده. فكان صراحه جميل يعني، ما اكدبش عليك، انا لا افتي في هذا الحوار، فهي كانت جميله صراحه. ومبروك لانجلترا صعودها. طبعا انا مش متابع اليورو، ولا حابب اصلا انا اتابع بطوله زي بطوله اليورو. انا طبعا متابع البطولات التقيله اللي هي زي الكوبا امريكا، اللي هي بعد صلاه الفجر دي او في الفجر نفسها، عشان بالمره احنا بنصلي الفجر يعني، وبنجدي الواجبات الوطنيه ان احنا بنشجعوا النوادي العظيمه زي الارجنتين وكده يعني. المهم حلقتنا النهارده بتتكلم عن الخسائر او الخسران او الخسائر. الخسائر ليها كذا معنى، او معنى الخسارة ان هي حاجة انت فقدتها بعد تعب طويل مثلا، او حاجة انت كانت ممتلكها فضاعت منك او خسرتها، او مثلا علاقات وهكذا. تمام. فانا هقسم لك الخسائر دي وهفهمك ليه بكلمك عن الخسائر عامة، لان بتبقى اخر حاجة تبقى في اخر الفيديو، وانت عارف في اخر الفيديو انا بقول لك ايه يعني. عندك خسارة زي خسائر كرة القدم. عندك من ابرز الخسائر اللي حصلت في كرة القدم هي زي خسارة 7-1 بتاعت البرازيل والمانيا. تمام. المانيا والبرازيل، طبعا المانيا دشدشت البرازيل لو تفتكر، كان بوم تخت ريبيت، وحصلت حوار ابن كلب ساعتها، اللي هو كانت المانيا كانت لما ضربة حاجة، اللي هو انت حطك في دماغي انا هفشخ معليش فيه. جت بعد كده عندك خسارة الزمالك من الاهلي في نهائي افريقيا. ابويا مش هيدخلني البيت بعد الكلمتين دول. في عمود تحت البيت، تحت باب بيتي، تحت العماره على اول البيت هناك، في عمود ابيض كده معمول الزمالك، ده بتاع ابويا اللي عامله. ان ابويا زملكاوي وانا اهلاوي يعني، مش عارف هل هي تضاد يوضح المعنى تضاد يوضح المعنى ويعرفه باين. اصل انا ليا سنتين ما باخدش عربي. صلي على النبي واعمل كوبايه الشاي بتاعتك صح عشان تظبط الاداء. عندك خسارة زي خسارة الزمالك بتاعت نهائي القرن دي، ولان ترتب بعديها مع حاجات تانية اللي انا هحكيها لك. وعندك خسارة زي خسارة كولومبيا، في واحد مات عصابات المافيا وقتلته في كولومبيا ساعتها لو تفتكر. عندك خسارة باجيو في نهائي كاس العالم ضد البرازيل من ضربات جزاء، لما ضيعها كورة ساعتها، لما قال لك باجيو مات واقفا، وباجيو واقف لك كده تسلك كده في الارض وخلاص كده، اللي هو كل حاجة انتهت بالنسبة له. وهي فعلا، لان احيانا الخسائر اللي بتبقى في كرة القدم بتبقى عبارة عن حاجات متعوب فيها. يعني تخيل فرقة لسه طالعة من دور المجموعات، ومن المجموعات لل16، ومن 16 لل8، ومن 8 ل4، ومن 4 للنهائي. في مجهود، في تعب واضح. واحيانا في هزايم، يعني احيانا الهزائم الكرويه دي بتبقى زي مراحل. يعني في هزيمه كرويه اللي هي ما بعدها انت بتفوق مثلا، وفي هزيمه كرويه اللي هي ما بعدها انك انت بتفضل تقع، تفضل في القاع. يعني مثلا زي هزيمه مثلا، يعني مثلا عندك مثلا هزيمه الاهلي وصن داونز في 5-0 في 2019 في شهر 4 باين. من بعدها انت ما شفتش الاهلي لما وظف في كلمه خذلك، انت جاب لك 4 افريقيا تمام، وفي واحده في نص كانت تبقى ال5 بس خسرها من الوداد صح. ومن بعدها جاب لك بطولات كتيره، ومن بعدها بقى في صعود تام وهكذا. دي خسائر بتقوي البني ادم، بتقوي مثلا الفرقه او التيم معنى اصح. ما بعد كده عندك المفروض زي مثلا منتخب مثلا زي الارجنتين مثلا وصل لكذا نهائي ورا بعض، او مثلا بيحاول كان يوصل ان هو من دور المجموعات وخسر، ولما وصل لنهائي 2022 بتاع كاس العالم كسبه. رغم ان انا هقول لك هل هو فعلا كان ممكن كل حاجه تضيع؟ كان ممكن كل حاجه تضيع في دور المجموعات.
تمام. بس انت اكتشفت انك انت كل ما بتطلع سلمات كل ما بتبقى خسارتك اكبر. يعني كل ما انت بتحاول تكسب كل ما خسائرك في الحياة اصلا عامة بتبقى اصعب، وبالذات في كرة القدم. يعني هي كرة القدم هي عبارة عن ترفيهية، يعني فاهمني. فهي من الحاجات اللي تكون تجيلة للبعض. يعني في ناس ممكن ما بتحبش الكورة، او مثلا ما بتحبش مثلا تشجع لدرجة ان ممكن تزعل او تتجاهل على خسائر كروية يعني. ولكن في ناس كده، يعني ممكن تبقى مثلا من نسبة العالم كله في حوالي 90% ولا 85%، يعني في نسبة كبيرة يعني. المهم عندي دي خسائر كرة القدم. في بقى خسائر تاني زي خسائر اللعب، انك تلعب اللعب مثلا زي بلاي ستيشن. مثلا انت بتلعب مثلا بالبرازيل، او مثلا انت بتلعب برشلونة مثلا. هو من الحاجات الغريبة ان انا ما اتكلمتش عن برشلونة وخسائر برشلونة وبايرن ميونخ يعني، الحمد لله ما اتكلمناش فيها. وبرضه من الخسائر برضه اللي هي ممكن تضرب، المفروض مثلا زي خسائر برشلونه وبايرن دي المفروض ان هي من الخسائر اللي هي الضربه تفوق، لكن من بعدها احنا ما فوقناش يعتبر غير بنحاول نوصل دور 16. طب ما انت لازم الضربه زي اللي خدها الاهلي دي في 2019 انت واخدها في 2020 وبظروف سيئه، لكن الاهلي ما كانش واخدها بظروف سيئه. الاهلي كان بيلعب في صن داونز الساعه 3 العصر، يعني هي بالنسبه له دي ظروف السيئه. كانت المفروض برشلونه اللي هي مثلا من الخسائر اللي هي تقوي، لكن في خسائر بتقوي في خسائر بتضعف. فكانت للاسف الخسائر اللي هي بيتم الاهتزاز فيها كانت خسائر مثلا برشلونه مثلا برشلونه وبايرن ميونخ اللي هي بتاعت 8-2. كان يوم 14/8، كان صباح عليا يوم عيد ميلادي باين 15/8. ايوه. وعندك خسائر بلاي ستيشن. تمام. خسائر بلاي ستيشن مثلا لعبت انت وصاحبك مثلا جيمين 3 كده عند عم هاني، بلاي ستيشن عمك هاني طبعا مع الشباب اللي هناك. فانت مثلا تيجي تلعب مرة و2 3، تخسر، تتعادل، تخسر ضربة جزاء، وهكذا. الخسائر دي خسائر ترفيهية، انك انت في الاول وفي الاخر انت كنت بتلعب عشان خاطر تترفه، بتلعب عشان خاطر تستمتع بالامر يعني. مش بتلعب مثلا عشان خاطر مثلا انك انت حياة او موت، ولا انا لازم اكسب، انا لازم اعمل كذا. لا، انت كنت بتلعب وبتكسب لانك لا اجر كسر الاجر، ما انك انت عايز تعمل ترفيه، انك انت هتطلع نفسك مثلا من المود مثلا المتضايقة مثلا. لكن حرام ثم حرام ثم حرام انك انت تلعب على شيء. يعني دي خلينا متفقين فيها، لانك انت لو خسرت فيها فانت عارف نفسك انك انت هتشيل وهتدفع كل الليله. فدي حرام. فانا كده ما حدش اصلا شغال فيها. انك انا مش هقول لك الحرام والحلال لان انا مش شيخ ولا حتى رجل ديني. يعني احنا بنجاهدوا نفسينا عشان خاطر نبقوا كويسين، نبقوا انسان كويسين في الدنيا، اللي احنا نكسب. انا اصح نكسب رضا ربنا. وهقول لك في الاخر يعني ايه اكبر حاجه انت ممكن لو كسبتها فانت كسبت كل حاجه، بس خليها للاخر يعني. عندك زي مثلا ماتش كوره مثلا عند ملعب ليفربول مثلا، ولا ملعب ميلانو، ولا ملعب الكامب نو. يجي مثلا تلعب لك ساعه مثلا، ساعه ونص مثلا انت بتلعب، جت في الدقيقه 90 واوبا وجالك هدف كده شلك. ما تلومش الكل، ما انت لازم تلوم نفسك وتلوم الكل. لو اللي انت بتلعب ولقيت نفسك انت مش ملام، يعني انت مثلا لقيت مثلا ولكن انت مثلا والله طب ما حدش لامني ليه مثلا، او خلاص انتم كلكم معترفين انكم كنتوا غلطانين. لكن لو جم كلهم اعترفوك انك انت غلطان وهم مش غلطانين، فانت لازم تتكلم تقول لا، ما انتوا غلطانين معايا، ما احنا خسرنا بسبب ان كنتوا برضو غلطانين. فانت ما تبصش مثلا انك انت صاحب الخطأ الوحيد، او مثلا ما تبصش مثلا ان صاحب هو الخساره الوحيد. لازم لما مثلا ابقى انا زي مثلا خسران، لازم اكون مثلا انا مع كلكم وانتوا كلكم معايا. ما ينفعش كلكم انا زي انا عليكم وانتوا كلكم عليا، ده غلط. خلينا معترفين بده، ان ده ممكن يبقى من الغلطات اللي ممكن تحصل في الملاعب. ولازم تتيقن دايما انك انت لما تيجي تلعب تعترف انك انت لو خسرت ان الكل خسران، مش انت الخسران لوحدك، مش صحابك خسرانين. لازم انت حتى لما تيجي مثلا تقول مثلا وانت كسبان، تقول لكله هارد لك يا عم، ده عاش، ده كان لعبك حلو. وحاول يعني من الحاجات اللي هي ممكن تبقى نافعه شويه انك انت بتسهل الامور للناس، انك تقول معلش هارد لك مثلا، حصل خير، وهكذا. من هذه المواضيع اللي انت بتحاول انك انت تقلل نسبه الزعل، او مثلا نسبه المتضايقه، مثلا الشخص يكون متضايق عند الكل يعني. تمام. عندك
دي زي ما بقول لك دي خسائر مثلا، خسائر اللعبه مثلا اللي هي بتبقى خسائر ترفيهيه. لكن لو زي خسائر كره القدم اللي حكيت عليها في الاول، فدي خسائر ماديه ممكن تؤدي الى مثلا فسخ تعاقدات، او مثلا حرمان من اللعب في المنتخبات العالميه، او مثلا او انتقال لاعبين. احيانا الخسائر دي بتضر اللعيب. لكن اللعب زي دومينو وماتش كوره وجيم بيس وفون وكده مثلا ما بتضرش، ما لهاش ضرر مثلا لحد كبير انك انت مثلا تتضايق وتزعل عليه، او مثلا تلاقي مثلا بكره وبعده مثلا خسرت صاحبك عشان خاطر يعني عشان خاطر مثلا الكوره مثلا، عشان خاطر حاجه زي كده. عندك من الخسائر بقى اللي هي المهمه اللي انا جاي احكي لك فيها، خسائر مثلا زي خسائر الممتلكات الماديه. مثلا كان معاك مثلا تيشيرت كوره، وتيشيرت كوره مثلا تتقطع، ده شيء مادي مثلا، او شيء ملموس، او شيء يعني جمادي ملموس مثلا، وتقطع، فانت كده خسرته، او معنى صح فقدته خلاص قطع. فانت ما عندك حلين، يا اما انت عندك موضوعين بتبقى فيهم، يا اما الموضوع اللي هو خلاص يعني راح لحاله وما حصل او حصل خير، يا اما الموضوع بتاع والله انا كان نفسي اجيب تيشيرت، كان نفسي اعمل كذا، كان نفسي لو قاعد معايا اعمل كذا، وكان نفسي اعمل كذا. فانت بتبدا بقى تلوم نفسك، تبدا تقول يا ريتني كذا، يا ريتني كذا، وهكذا. فانت توصل مرحله كده بتلوم نفسك يعني. تمام. عايش الصوت ده مع ربنا يهدي الجميع ان شاء الله. عندك برضو الخسائر الماديه. عندك مثلا تليفون ليك مثلا شاشته اتكسرت، فانت بالنسبه لك دي خساره مثلا، وانت مثلا بتصور بيه، او مثلا شغال عليه مثلا، او مثلا لابتوب مثلا انت خسرت مثلا مسابقه مثلا انك انت بتوصل مثلا تربح مليون، وهكذا يعني. عندك بقى الخساره اللي هي بتوصل لمرحله ان الخساره دي ما فيهاش حاجه انك انت بتعوضها، هي خساره الناس الغاليين عليك يعني، او الناس اللي هي او معنى اصح الناس الاموات. احيانا الناس اللي بتموت دي في ناس بالنسبه لها خساره يعني. ومن ابرز الحاجات اللي ممكن تبقى بالنسبه للناس حاليا هي خساره الناس اللي ولدها يعني ابنهم مثلا، او الضنا، او مثلا ناس ابوها توفى، او ناس امها توفت، او حد من اخواتها توفوا. بالنسبه للناس دي احيانا بيبقى الخسائر فيهم مش سهله يعني. خسائر فيهم بالنسبه لهم اللي هي فقدان حياه، فقدان لذة طعم حياه، فقدان مثلا الشغف. لكن الموضوع بيجي مع الوقت الانسان بيتاقلم، لكن ما بيتاقلمش اللي هو عادي. بيجي مع الوقت بيفتكر، بيجي مع الوقت نفسيته بتزعل، بيجي مع الوقت نفسيته بتنهار، بيجي مع الوقت ان هو ييأس كتير، بس بيرجع للحياه الطبيعيه، لان دي حياته. لازم يرجع للحياه اللي هو يرجع يبقى زي الفل، ولازم يحاول يجرب تاني، ويحاول تاني، ويشوف ناس تاني. لكن خساره زي دي بتبقاش ليها يعني ملهاش عوض، او معنى اصح يعني ملهاش حاجه بتعوض مثلا الحاجات اللي مثلا الخسائر مثلا اللي هي زي مثلا زي خسائر اللعبه وكده، او مثلا زي خسائر الكوره. لان ده شخص، والاشخاص لما بيرحلوا مثلا الحياه يعني بيموتوا ما بيرجعوش تاني. انت عارف الحاجات دي كويس يعني، زي في الحياه ما بيرجعوش تاني. من الحاجات برضو اللي هي بتحسسك ان والله ده نغمه الخسائر دي، والله ده نغمه الخسائر، انك انت مثلا يعني انت مثلا معاك صحاب كتير، فمره والتانية والتالتة ابتديت تخسرهم مثلا بسبب مواقف، بسبب حاجة بسيطة مثلا، بسبب موقف تافه، بسبب مثلا موقف تجيلة فعلا خلاص طلعت انك تخسرهم، بسبب خيانات، بسبب حاجات في المجتمع مثلا مش ماشية مع المواضيع دي. وعندك خسائر بورصة، يعني البورصة مثلا بتخسر مثلا. وعندك خسائر اسرائيل في حرب 73 فاهمني. حابب ان انا ما هزرش الفيديو ده، لان الفيديو ده يعتبر يعني جد شويه. وعندك من الخسائر اللي هي يعني نافعه في المجتمع ده حاليا، هي الخسائر الصحاب اللي هي ابرزهم حاليا، او خسائر الاقربين حواليك. يمكن ده اللي انا بمر بيه دلوقتي، عشان خاطر كده انا عرفت اكتب الحلقه، وعرفت ان انا اعرف اطلعها لك بطريقه واضحه، لان انا فعلا الفتره دي ممكن اكون مريت باكتر من كذا خساره في اكتر من كذا خساره في المجتمع اللي انا بمر فيه دلوقتي، او في الدايره اللي بمر فيها. خسرت واحد عزيز عليا، خسرت حد توفى من فتره طويله، خسرت كره القدم مثلا. لازم لما تيجي تحكي حاجه، دي نصيحه مني ليك يعني، لما تيجي تحكي حاجه تحكي الحاجه اللي انت مريت بيها. ما ينفعش مثلا تنصح واحد مثلا، لو انت مثلا هتقدم نصيحه
متجوز ومخلف ان هو ازاي يتعامل مع عياله. انت ما تعاملتش مع عيالك عشان خاطر تعرف تعلم يعني مثلا تنصحه في عياله، فاهمني؟ وما ينفعش تاخد نصيحه من واحد قال لك اصل ابن خالتي مجرب او مثلا ابن عمتي مجرب. لا، ده خساره، ده حاجه، ده حاجه تانية. فلازم لازم تعمل ان ده موقف وده موقف تاني. فمش ما ينفعش هو مثلا تقول له مثلا هات نصيحه من هنا، ما ينفعش. تمام. عندك برضو من الخسائر ان شباب ثانويه عامه اللي هي شايفاها دلوقتي او خلاص خسر حلمه. لا والله العظيم بالعكس. يعني سبحان الله، الانسان مهما حصل ربنا يعوضه ب100 حاجه تاني، بس الانسان ما بيبصش على النعم ب 360 درجه، لانه نعم كتيره. يعني انت تخيل انت تحمد ربنا على النفس اللي انت خدته مره واحده ده واستنشقته عملت له شهيق وزفير. ده تحمد ربنا عليه انك انت اصلا اخدته، لان الموضوع وصل لدرجه انك انت لازم لما تيجي تتعامل مع الاحلام والحاجات دي، اصلا هي حياه وموت. في ناس بتقول ان هي حياه وموت. فنصيحه اللي بتوع ثالثه ثانوي اللي ممكن يشوفوا الفيديو بعد امتحان ثانويه عامه والله ما فيش حد احلامه بتطير الا بس انت ممكن قاعد في المكان الغلط، او قاعد وسط ناس غلط، او قاعد وسط احلام غلط. يعني يمكن حلمك مش هنا، حلمك في حاجه تاني. بس انت لو عايز حلمك هنا فانت دور واتعب عشان توصل هناك مثلا، او توصل لحلمك اللي انت عايزه. لكن لو انت قعدت تحط في دماغك ان الاحلام ما بتتحركش وسط الدايره دي كلها، لا، فانا ابشرك انك انت اصلا كده انت خسرت خلاص. يعني لازم تفكر ان الاحلام دي مهما حصل انت لازم، هي احلام، بس لو حلم عايز تخليه حقيقه فانت لازم تتيقن انك انت عندك احتماليه انك انت الحلم ده ما يتحققش. بعد كده طيب يا عم احمد، تبص بقى لحلم تاني. يعني تبص بقى لحلم تاني، حلم تاني ده ماشي مع رغباتك، ما جاش جه حاجه تاني، يبقى اعرف ان ربنا عايزك في المكان ده. جربت وعشت الدنيا لقيت نفسك مش مرتاح، صليت صلاة استخارة، ربنا اراد اقول لك خلاص كمل، ربنا قال لك مثلا كمل، يقول لك ما تكملش، شوف حاجه تاني. ما تحاولش انك انت تقع في فخ اللي انا خلاص انا مت، حياتي ماتت، ما ينفعش وهكذا. فلا يعني والله انا مش عارف اجيبها لك ازاي. المفروض انا عايز اتكلم عن حاجه ثانويه عامه، المفروض انا هصورها بعد فتره اللي هي لا مش هينفع، لازم الاحلام دي حاجه تاني. فانا هحاول ان انا اختصر الكلام انك انت تكون مدرك احلامك بمعنى اصح يعني، او بطريقه واضحه شويه يعني. تمام. احنا اتكلمنا عن الخسائر، واتكلمنا عن بعض الخسائر اللي بتحصل في المجتمع، وخسائر الصحاب وخسائر الصديق الصالح. دي مقبل من الخسائر اللي هي مش سهله بالنسبه لبعض الناس، ان تخسر صاحب صديق صالح، او تخسر مثلا ناس كويسه في حياتك، او تخسر حد من اهلك، او تخسر حد من قرايبك، او تخسر حد من اعز الناس اليك، او تخسر مثلا جيم كوره، او تخسر مثلا ماتش مثلا تشجيعي وهكذا. تعاملك مع الخسائر عندك كذا، عندك في تعامل، عندك التعامل بالاعتياد. لانك مثلا انت خلاص خسرت، لو عندك مثلا لو انت مثلا خلاص تتعود بقى، عندك اعتيادين، يا اما اعتياد بالايجابي يا اما اعتياد بالسلبي. لو عندك اعتياد بالايجابي فانت خلاص، فانت لازم تبقى اقول لك يعني يلا ربنا اراد ان اراد شيء فانا اكون فيكون، وتحمد ربنا على هذا الحال. عندك اعتياد بالسلبي انك انت تقول والله نعم ميتين كذا وكذا كذا، او مثلا تقول مثلا يعني عندك اعتياد بالسلبي مثلا اللي هو تقول مثلا والله كذا 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 ينعن كذا كذا كذا، وتفضل بقى تعمل اعتياد بقى، تفضل كل شويه تشتم انك انت كل ما بتخسر. طب ما فيش حاجه تتغير، ما انت عندك الاعتياد ممكن يوصلك لحل مفيد، بس لو اعتياد ايجابي انك تتعود على حاجه ايجابيه، وعندك اعتياد بالسلبي انك انت ممكن مره واحده تلاقي نفسك انك انت خسران، فتلاقي نفسك خلاص هتعمل ايه؟ يعني انت هتعمل ايه؟ خلاص انت لازم تبقى عندك اعتياد بالايجابي. يعني لكن الاعتياد بالسلبي انك انت هتكره نفسك. ده الاعتياد وبالمعنى التعامل بالخسائر يعني. وعندك الاعتياد بالنسيان، انك تنسى مثلا ماتش جيم، تنسى مثلا ماتشات، ولا زي كده ماتش للنسيان، مباراة للنسيان، خسارة مثلا فريق كذا كذا، ولكن هو اسمه يوم للنسيان، ما اسموش يوم للنسيان، اسمه يوم للتذكير. بس هم لازم يكون يوم للنسيان اللي هو كل فترة تفتكر
فاهمني؟ يعني مثلا خسارة برشلونة وبرشلونة بايرن ميونخ 8-2، تقعد مثلا تعيش حياتك، تيجي مثلا تفتكر مثلا دور المجموعات، ده احنا لو جانا مع بايرن ميونخ هيتفشخوا، تقول كده، فتلاقي نفسك وقعت مع بايرن ميونخ، فتفتكر ماتش 8-2 بقى والماتشات اللي بعديها مثلا. فدي بقى بتعامل بالنسيان، انك بتنسى وبتفتكر في وقتها بس، تفتكر مثلا في المراحل مثلا اللي انت عشت فيها وهكذا. تمام. فانت عندك برضو لازم يكون مثلا، لو انت مثلا عرفت تشوف بديل مثلا في الخسائر مثلا، لازم مثلا في الخسائر تشوف مثلا بديل، يعني لازم في ماتشات البيس مثلا لازم مثلا تشوف مثلا بديل لكذا. في مثلا دومون لازم مثلا تعلم نفسك ان ازاي تلعب اكتر. في الماتشات مثلا اللي هي الكرويه مثلا لازم مثلا، لا يعني مثلا لو النادي ده مثلا مش عاجبك تغيره مثلا، بس مفيش حد بيغير النوادي على حسب انتماء في التعامل مع الخساره يعني. او مثلا لما تيجي تخسر اللي هو لوزر، يعني ده يوم لوزر جيم مثلا، لازم تعود تطور نفسك مثلا انك تعرف تكسب، ان طعم الفوز احلى يعني من خساره جديده. دي زي ما جوكر قالك، يعني طعم الملل احسن من خساره جديده. يعني ان الملل لو لو انت مليت ممكن تخسر، لكن انت ما خسرتش، لكن خساره جديده هي التجيله شويه، انك طعم الملل احلى من خساره جديده. تمام. بس مش هينفع الملل هيفضل قدام، لان هحكي لك في اخر حته في الفيديو اللي انا جربت اخلص فيها يعني. بس يعني فانا عايز اقول لك ان ليست كل الخسائر نهايه، بل قد تكون بدايه لواقع جديد. احيانا الناس بتبص ان الخسائر دي نهايه العالم، نهايه الكون، نهايه فرقه، نهايه جيمات، نهايه والله ملاعب. ما اقول لك ما فيش، بس في ناس ممكن تتعامل مع الخسائر ده اللي هو خلاص، اللي انا هخسر عشان اعرف اتعلم اكسب جديد، اكسب من تاني. وعندك يعني انا كنت عايزك، كان في كذا حاجه، كانت قصه التابلت بتاعنا اللي اتكسر، قصه الله يرحم اختي خساره، انا عايز اقول لك خسائر بتاعت انا يعني. وعندك قصه لاعب، كنت اقول لك لاعب اللي هو خسر البالون دور، ليفاندوسكي في 2020 خسرها، يعتبر ان هو ما كسبهاش، لان هو اتظلم فيها، من حاجات الخسائر اللي هي ثقيله. قصه نوال زي ما قلت لك برشلونه، قصه ثانويه عامه اللي هي النصيحه ونتيجه الثانويه عامه اللي هي المفروض ما بعد كده. جينا على اخر الحلقه واللي هي الحته المهمه، صلي على النبي. انت عامل مؤثر في الحياه، انك انت مع كل البني ادمين اللي حواليك وسط اصحابك وابوك وامك واخواتك عندك بصمتك مش متاثره في المجتمع اللي انت فيه، مش مؤثره مثلا في الدايره بتاعت ابوك وامك واخواتك اللي هنا، مؤثره برضه هناك. يعني انت عارف فين هناك، وهعملها لك هنا، مؤثره هناك. فلما تتاثر هناك انت كسبت. طب كسبت ايه؟ ادي واحد من اخواتي ما هيروحش، وانت عارف يعني اخواتي، يعني ادي واحد من ادينا الحمد لله يعني لحد ما هتنزلش على حد، بتحاول على قدر الامكان انك انت بتقول لا مش هينفع، الظلم ظلم وده وهكذا. انت في المقاطعه عامل بارز. هتقول لي طب اعمل ايه؟ ما العالم كله لا مؤاخذه ما بيقاطعش، في ناس بتقاطع وناس لا. انت قاطع وقاطع بشده، يعني ما تقاطعش اللي هو لا انا مش هينفع، قاطع بشده. ولانك كل حاجه في المقاطعه انت مؤثر فيها، انت مؤثر في المقاطعه بتاعتك وسط الناس، مؤثر مثلا في الحياه بتاعتك وسط الناس. لكن هتقول لي والله يا احمد يعني، او مثلا مع نفسك مثلا، اما في ايه مثلا جبت لي مثلا جزازه مثلا مشروبات غازيه مثلا، ولا مثلا كيس مثلا مقرمشات مثلا، هقول لك لا، هات يا عم حاجه تبع مصر مثلا. والله وبالعكس انت بتكسب بلدك، يعني سيبك انك انت ال5 جنيه ولا 10 جنيه مثلا السوفه دي، انت بتكسب الناس وبتكسب بلدك. ويا بقى لما تجيب مثلا من واحد مثلا محله صغير مثلا تنصحه مثلا لله. فالخسائر بتاعت المقاطعه اللي انت بتضمنها ضدهم هي مكسب ليك ومكسب لاخواتك هناك، ومكسب من بكره وبعده، انك انت كبني ادم، انت كبني ادم مصري عندك عامل مؤثر انك انت تغير الكون. والله انت كمصري كواحد بس عندك عامل انك انت تغير الكون، والله العظيم ابالغ. يعني لو فيها مبالغه يمكن اقول لك انك انت تغير الكون، انك انت ممكن تغير نفسك وتغير بلدك وتغير المنطقه اللي حواليك، بس هتغيرها بذكاء ولا هتغيرها بطيبه قلب؟
يعني لا يلا اللي عايز يعمل يعمل، لا، غيرها بذكاء. ذكائك هو اللي يخليك مثلا تعرف تعدي المستحيل. بص، نهاية المواضيع، اكتر خسارة يمكن البني ادم هو حس الفترة من 7-10 لغاية دلوقتي هي خسارة الارواح بتاعت فلسطين هناك. كل يوم بتلاقي العدد بيتزايد، كل يوم الموضوع بيبقى موضوع مؤلم شوية، بس انت ما عندكش حاجة انك انت تعملها غير انك تدعي او تقاطع. ولكن لو جات لك الفرصة انك لو يوم عرفة تعاد تاني السنة الجاية ولا رمضان الجاي ليلة القدر وتدعي، ادعي. او مثلا لو انت كان قدامك فرصة انك انت تقاطع بطريقة وحشية، قاطع بطريقة وحشية انك انت تمنع منعا تاما وهتستفاد. وميزان عند ربنا مش عندك، مش عند الدنيا، مش عند الناس اللي هيقولك ده بيقاطع. والله ما ليها لازمة، انت بتقاطع لاجل نفسك وربنا وليهم، ربنا ونفسك وليهم. يعني قدم يعني ربنا عز وجل يعني وله المثل الاعلى. فانت لازم تكون موقن انك انت لما بتيجي تعمل حاجه فانت بتعملها لله ثم لنفسك ثم نهايه الموضوع. البني ادم خسران الا عندما تاتي هذه الايه: من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. او معنى صح لما تيجي الايه هنا ممكن اجيبها لك بصوت الشيخ: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نهاية الموضوع، صلى على النبي. تعرفت عن الخسائر، احنا اتكلمنا عن الخسائر واتكلمنا عن منطق الخسائر. انا اسف ان انا بطول في تنزيل الحلقات، انا يعني مسافه ما انا عرفت اتعامل مع التابلت مكسور حاليا، فبتصور بالتليفون الصغير، فمش عارف اصور بيه قوي يعني عشان نظري ضعيف. ادعي لاخواتك كتير قوي، وزي ما اتكلمت معاك يعني اهم حاجه انك تكسب بالجنه. كسبت الجنه وتكسبها بتقى الله، تصلي، صوم، بس يعني اعمل حاجات اللي ترضي ربنا وما تبقاش متشدد. يعني عادي عيش حياتك، عيش حياتك، يعني الدنيا ما هتطرش، عيش حياتك عادي وبس اتق الله في نفسك. بس يعني ده نهاية الكلام. كان معكم احمد منتصر. طبعا القضايا دي ما مشيفش بيها، بس سلام. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا